السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثاني متوسط، أهلا بكم. اليوم إن شاء الله راح ناخد مع بعض درس التمثيل بالساق والورقة. ده من دروس التمثيل، والباب السادس اللي هو حق الإحصاء. تعال نبدأ مع بعض مع الفكرة الأولى. الفكرة الأولى بيقول لي مثل البيانات بالساق والورقة. عاطيني شوية بيانات وبيقول لي مثل ديت، ولكن تعال نشوف هو طالب مني مين فيهم. بيقول لي يمثل الجدول المجاور أعداد المراجعين لمستشفى ما خلال أسبوع. مثل البيانات المتعلقة بالرجال. يعني هنا هو طالب مني الجزء الخاص بالرجال اللي هو الجزء ده. عايزين نمثله باستعمال الساق والورقة. بكل بساطة هو بسيطة جدا إن شاء الله. هي على خطوتين. أول خطوة إن أنا بجيب أقل قيمة عندي كام؟ 42. تمام؟ دي 42 أنا ديت عشان تسهل علي الحل. وأكبر قيمة تقريبا كام؟ تقريبا 61. 61. تمام؟ أنا باخد القيم دي، يبقى كده هشوف العشرات هنا، خانة العشرات هنا كام؟ هنا 40 وهنا 60، وطبعا في هنا خانات فيها 50. يبقى هعمل ادي خط و خط رأس وخط أفق، ولكن نخلي الجهة اليمين تكون أكبر اللي هي اسمها الورقة، وهنا اسمه الساق. طب إيش أسوي فيهم يا أستاذ؟ قال لي بكل بساطة الموضوع بسيط. الساق والورقة أنا قلنا هنا العشرات 4 و5 و6، هل في عشرات تانية؟ لا، يبقى هكتب هنا 4 5 6، يبقى أكتب كل العشرات. ده أول شيء. تاني شيء هجيب بالترتيب ال40 اللي هو الخانة عنده، خانة العشرات عنده ب40. في كم واحدة يا أستاذ؟ في ال42، في 44، أدي 42، في 49، وأدي 46. في أي شيء ثاني؟ مفيش أي شيء ثاني. فهبدأ أجيبها من الصغير. أصغر شيء 42، يبقى هكتب أدي 4 أهي، يبقى هنا 2، يبقى كده أصبحت 42. كمان 42 يبقى أكتب كمان 2. 44 أكتب الأربعة، يبقى كده تقرأ كده 44 بالطريقة دي. وبعد كده 46 هحط الستة، يبقى 46. الستة دي مع الأربعة دي مالها دخل باللي جنبها، دي كلها تعتبر قيم. بعدين 49 أكتب التسعة. ندخل على الخمسينات. ادي 50 55 52. يلا ايوه بالظبط نفس اللي فاتت في الاربعه. ال50 يبقى لحد هنا صفر. خلصنا ال50. بعد كده 52 نحط 2، وال55 نحط 5. بس كده خلصنا ال50. 60 و61، ال60 احدها صفر اهو، وال61 احدها 1. كده خلصنا السؤال بشكل كامل. الموضوع بسيط. بنبدأ نقسم، بنعمل خط رأس وخط أفقي، ونعرف أكبر قيمة وأصغر قيمة عشان نبدأ نشوف خانة العشرات بكام. خانة العشرات اللي موجودة عندي 4 5 6، اللي هي 40 50 60، يبقى أحط هنا في الساق. وبالنسبة للورقة هبدأ أشوف الأحاد بتاعت كل واحدة بكام، وبالترتيب لازم تكون في ترتيب. تمام؟ ده سؤال تحقق، محتاجك تحل انت السؤال ده، ولكن متعلق هنا بالنساء، يبقى ده تحله واجب. السؤال ده جميل ومهم. هتشتغل على الخانة التانية، فتقريبا هنبدأ من 17 اللي هو أحدها العشرات هيكون 1، وتكمل الباقي عادي بنفس الطريقة. يلا ندخل على الفكرة الثانية. الفكرة الثانية بيقول تفسير البيانات. يمثل الساق والورقة أدناه أعمار بعض المصابين بمرض السكري، ربنا يعافينا يا رب، بالاعتماد على البيانات أعلاه. كيف تصف أعمار المصابين بمرض السكري؟ أول شيء أنا هشوف التركيز الأعلى هتلاقيه كام؟ فين؟ يعتبر في الجزء ده، يبقى هقول له والله أول معلومة التركيز أو تتركز معظم البيانات فين؟ من أول كام؟ دي تعتبر عشرات 5، هنا صفر، يبقى من أول 50 لين كام؟ لين 58. هقول له يعني متركزة في من 50 لين 58. تمام؟ دي أول شيء. تاني شيء هقول له إيه؟ المدى عندي. كيف أجيب المدى؟ يبقى ثاني شيء هجيبه المدى. المدى بيساوي إيه؟ أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. طب بما إننا ناس فاهمة، هل نقدر نجيب أكبر قيمة؟ هنا دي 60 ودي 9، يعني 69 ناقص أصغر قيمة اللي هي كام؟ أدي 40 وهنا 2، يعني 42، وأطرحهم من بعض. 9 ناقص الاثنين 7، 6 ناقص الأربعة 2، أصبحت 27. كده جبنا المدى. نجيب الوسيط بس، وما راح نحتاج أي شيء، لأن المدى بيقول لي
مدى القيم ايه، وبعدين نشوف التركيز فين. معلش دي 68 و 98. تمام. الوسيط يا استاذ هشوف ادي واحده مع واحده والتانيه مع التانيه. طب تعال نعد مع بعض. ادي 3 4 5 6 7 8. ادي 3 4 5 6 7 8. ماشي. بعدين هبدا اعد من هنا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا. يبقى اعد الجهه الثانيه برضه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يتبقى دول واحده تروح مع واحده والتانيه تروح مع التانيه والتالتة تروح مع التالتة. يتبقى 5 وعشرتها 50. يبقى الوسيط 55. تاني أنا جبت الوسيط كأني رتبتهم ترتيب تصاعدي من الصغيرة للكبيرة، وقيمة تروح مع قيمة، قيمة تروح مع قيمة، لين ما أجيب الوسيط بالطريقة اللي إحنا كنا بنجيبها في مقاييس النازعة المركزية. يعني دي أصغر قيمة ودي أكبر قيمة راحوا مع بعض ساعة ما كنا بنرتب القيم إيه أفقي، وكل قيمة بتروح مع القيمة المقابلة ليها. يبقى ديت اللي هو لما يجي يقول لك فسر أو كيف تصف أعمار المصابين بالمرض السكري على حسب السؤال اللي عندك. ده سؤال ثاني برضه بيعطيك قيم وبيقول لك أي الفئات التي يتركز فيها. هنا الأسئلة واضحة. يعطيك مثلا سؤال يقول لك أي الفئات، ما المدى، ما الوسيط، فده بيكون أوضح من السؤال اللي قبله. الفكرة الثالثة اللي هو ألا وهي المقارنة. المقارنة من الأسئلة السهلة برضه. بيعطيني يعتبر تمثيلين بيساقوا الورقة ويكونوا مع بعض وبعدين يقول لي يسألنا عليه. فهنا السؤال بيقول يبين التمثيل بالساق والورق المجاور معدل درجات الحرارة الشهري لكل من مدينتي القاهرة وبغداد. بداية فما المدينة التي تتباين فيها درجات الحرارة أكثر؟ وضح إجابتك. يعني إيه تتباين يا أستاذ؟ أصلا أنا مو فاهم أصلا يعني إيه تتباين. تتباين يعني فيها انتشار أكثر بمعنى صح. طب تعال نشوف بغداد. هنا بدأ من الصفر يعني دي 9، يعني بغداد أقل شيء 9 لين كم؟ 3 و5 يبقى 35. ماشي. يعني أقل درجة عندها 9 وأكبر درجة 35. طب تعال نشوف القاهرة. القاهرة يا أستاذ طبعا القاهرة ما فيش في الصفر. هنبدأ من أول هنا. 12 ده أقل واحدة لين أكبر واحدة 2 و8 اللي هو 28. مين اللي أكثر انتشارا؟ مين اللي عندها تباين أكثر ودرجات حرارة أكثر؟ طبعا بغداد، لأن هي بدأ من 29 يعني أقل من القاهرة، وفي درجة الحرارة الأعلى هي أعلى برضه من القاهرة. ففي الحالة ديت يا أستاذ يبقى مين الأكثر تباين؟ يقول مدينة بغداد هي أكثر تباين. بس وبكده نكون انهينا الدرس. الباقي ده كله تحقق، محتاجك تحل تحقق، وإن شاء الله تحل برضه تأكد، وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.